في النادي المصري فيه 15,000 جنيه للسباب الجماعي، والنادي الاهلي 15,000 جنيه بسبب استخدام الليزر على لاعبي الاتحاد، وفي 2000 جنيه لعدم الالتزام بمقعد البدلاء من لاعبي بدلاء نادي الاسماعيلي. طيب أنا يعني هسأل حضرتك سؤال وأرجو أن يتسع صدر حضرتك لهذا السؤال. لماذا لم يتم معاقبة نادي الاتحاد السكندري في مباراته؟ هنفتح الموضوع، والكابتن شوبير بقاله شهر عمال يخبط في موضوع الشمروخ والشماريخ. لا هو مش موضوع تخبيط بس، مضطر معلش أقف عند الكلمة، معلش يا أستاذ إبراهيم، يا أستاذ عامر. آخر في لائحة مكتوب فيها شماريخ بشكل جماعي. فلما نقول ان اللائحه بقى غلط ولا صح، اللائحه دي موجوده من بدايه الموسم. لما ينتهي الموسم ونشوف بقى نبقى نعاقب على الشمروخ الواحد، يبقى نغير اللائحه لما نلاقي ان فيها عيب خلال الموسم. انما انا مش ممكن واحد يوم مولع كده شمروخ او مدي النادي 50,000 جنيه وهي في اللائحه القديمه كانت 3000 جنيه. طيب هو بس يعني لما عملها الاهلي والفريق الجزائري والاسماعيلي كان بدا ب $5000. طيب استاذ عامر، بس معلش انا مضطر بس اقف عند كلمه حضرتك قلتها، لان من حق الاعلام انه الاعلام ما بيخبطش. الحقيقه الاعلام بينتقد خطا ما، احنا مش بصدد التخبيط في اي حد، لان احنا ما عندناش اي نوع من انواع المصالح بنصفيها مع حد، لكن المهم ان احنا بننتقد ده للصالح العام. هل حضرتك ترى الاستاذ عامر حسين، بعيدا تماما بقى عن كونك موجود في لجنه المسابقات، ان ده موضوع عادي طبيعي، موضوع الشمروخ الواحد او الشمروخين او الثلاثه؟ وهاكد لحضرتك كمان ان في مباراه الاتحاد السكندري والنادي الاهلي ما كانش فيه شمروخ واحد بس اللي القى. اتفضل يا فندم. انت متاكد بنسبه ايه؟ انا كنت موجود يا فندم في الملعب. طب لما المراقب يكتب شمروخ والتلفزيون يجيب شمروخ نعمل ايه؟ تعملوا ايه؟ ما اعرفش بقى. انا بتخيل الحقيقه يعني ان موضوع الشمروخ الواحد والشمروخين، وانا هعيد على حضرتك السؤال مره ثانيه، موضوع غير مرضي يعني. هل حضرتك بعيدا عن كونك موجود في لجنه المسابقات؟ استاذ ابراهيم، انا كلامي كان واضح. قلنا بدانا المسابقه بلائحه ديت، قلنا وطبقناها على كده على انديه كتير، المصري والزمالك، انديه كتير زي حته الشمروخ الواحد. طيب انا يعني اكتشفنا خلال الموسم من التجربه ان الكلام دوت ممكن يعمل مشاكل، يبقى نيجي الموسم الجديد ونغيرها. طيب انما مش هنقعد طول الموسم هنقعد نتكلم بدليل وبجيب لك الدليل وبرضه احنا بنعيد. لا بس انا بس طلبت من حضرتك، طب سيبنا نكمل. اتفضل. الاهلي لما ولع شماريخ في مباراه قبل كده في الاتحاد الافريقي، تمام؟ مباراه جنوب افريقيا تقريبا، اخذ عقوبه $5000. لما عملها بشكل جماعي زادت الغرامه. كويس. انا عندي النهارده عقوبات الاتحاد الافريقي كلها بتاعت لجنه الانضباط. كويس. في انديه اخذت غرامات $15,000، وفي انديه لعبت من غير جمهور. كويس. تمام. واللي اخذ $15,000 اللي هو النادي الجزائري، دي كان رابع مره، ومكتوب في العقوبه كده سبب العقوبه، رابع مره يرمي شماريخ. كويس. النادي الاهلي لما عملها اول مره اخذ الغرامه البسيطه، انما عشان اصابه احد اللاعبين لعب مباراه بدون جمهور. طيب. النادي الافريقي التونسي مباراه الزمالك الاولى في طب معلش انا يعني هضطر اقطع حضرتك بس عند كلمه اصابه احد اللاعبين. الشمروخ اللي تم القائه، وهنفترض جدلا انه كان شمروخ واحد وان انا ما شفتش ولا شمروخ غير هو شمروخ واحد. الشمروخ اللي تم القائه في المباراه دي تم القائه على احد افراد الامن المركزي، وكان من الممكن ان يصيبه بل يعرض حياته الى الخطر. هل ليس هناك علاقه او ليس هناك عقاب لان واحد زي ده كانت هتروح روحه ضحيه شمروخ؟ يعني بغض النظر بقى عن شمروخ ألقي ولا لا، بعتقد ان لو حضرتك قدامك تلفزيون تشوف اللقطه مره اخرى. خلاص خلصنا من فكره ان الشمروخ ألقي، خلاص ماشي، العقوبه ما فيهاش مشكله، لكن عقوبه تعريض حياه شخص للخطر مش موجوده في لجنه المسابقات ولا لا؟ العقوبه المفروض ما دام رمى على حد من العساكر كان يطلعوا يجيبوا الولد ده على طول ويتحاكم. عمليه بسيطه. يتحاكم. خاصه ان اللي كانوا في المدرج حوالي 200 واحد ولا 150 واحد. طيب يعني حضرتك بتتكلم عن محاكمه المشجع اللي موجود، لكن هل لم يحدث ان مثلا استاذ ابراهيم، انا بكلمك دلوقتي على اللوائح اللي بتحصل بره، بكرهها لك بعقوبات بتحصل. والله العظيم انا موافق حضرتك، والله ما معترض على ولا حاجه. وبجيب لك دلائل. انا مش معترض، لان انا سؤالي اللي جاي لحضرتك: متى نرى
في مصر في الدوري المصري عقوبات بان الفريق يلعب مباراه بدون جمهور زي ما شفنا، وزي ما حضرتك بتتكلم عن تسلسل العقوبات زي ما حصل مع النادي الاهلي، حتى وصل انه العقوبه اليوم اللي تم توقيعها على النادي الاهلي وفقا للاتحاد الافريقي لكره القدم ان النادي الاهلي اول مباراه ليه في دوري المجموعات لن يلعب بالجمهور. متى نشاهد هذا يحدث في الملاعب المصريه؟ لو تفتكر حضرتك احنا قبل كده طبقنا من غير جمهور مباراتين على الاهلي والزمالك، وكان الاستاذ ممدوح عباس قاعد في المدرج لوحده، كانت واقعه شهيره في الدرجه الثالثه. كويس. وجينا نطبقها على النادي المصري البورسعيدي مع مباراه الاهلي، كان الكابتن عصام منعم رئيس الاتحاد. اترفض القرار دوت واتلعبت بجمهور. احنا لازم نراعي الظروف اللي احنا موجودين فيها. احنا لما حطينا اللائحه في بدايه الموسم كانت الظروف معينه، الظروف اتغيرت. مش هقول لك كلام، مش هقول اللعب من غير جمهور رغم ان في لائحه الاتحاد الدولي ترتيب العقوبات يجي اللعب خارج الملعب اقوى من اللعب بدون جمهور، يعني تيجي ترتيبه بعد اللعب بدون جمهور العقوبه اللي بعد كده يلعب خارج ملعبه. طيب انا موافقك، بس احنا اخذنا الاقوى بدلناها عشان حاجه نقدر ننفذها. ما نقدرش نلعب من غير جمهور، ناخد القرار ونتورط ونيجي بعد ما نتورط يبقى طبقناها على نادي ونادي لا. طيب انا موافق حضرتك، بس مش هرد عليك بكلامي، هرد على حضرتك بكلام المهندس عدلي القيعي اللي قال فيه نطبق هنا مع الكابتن احمد شوبير، نطبق الاحكام، نطبق اللوائح، وبعديها ياتي الامن، ياتي الدور الامني ويبتدي هو يقول يا جماعه نعمل او ما نعملش، يعني يتم توقيع العقوبه ثم يتدخل الامن بعد كده، يبقى انا كده نفذت اللائحه، يبقى انا كده 10 على 10. ليه راي وانا ليا فكر يعني. انما في اجماع اللجنه كان موافق على القرار ده. انا بشكر حضرتك شكرا. عمرنا ما كنا هنتفق يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وبشكرك على التليفون. كابتن احمد. مساء الخير يا ابو خليل، ازيك؟ ازي صحتك ومنور الشاشه، وبمسي على صديقي العزيز ناقدنا الجميل وزميلنا الاستاذ احمد الخضر. مساء الخير يا فندم. كابتن احمد، مش عارف هل يعني ما سمعته الحقيقه من الحاج عامر حسين يدخل في اطار المنطقيه ولا لا؟ لا شك من المنطقيه والكلام الفارغ ده بقى، لانه الحقيقه الحاج عامر يعني انا راجل بحترمه وما زلت بحترمه يعني، لكنه عيب الكلام الفارغ اللي بيقوله ده. يعني يقولوا الكابتن شوبير بيخبط ومش بيخبط، يعني انا واخد النهارده راحه بعد عناء حلقه الامس، وبشكرك على الاشاده بها امبارح. اشكرك. بس عيب يعني الناس تتكلم، انا كنت شايفه يعني وما زلت شايفه راجل محترم يعني، لكن ما يخشش بقى يتعادل الناس. هو الحقيقه يا كابتن شوبير انا توقفت عند الكلمه، لان لا يجوز باي حال من الاحوال، ده حقنا احنا كاعلام يعني. اشرح للاستاذ عامر بس. اتفضل. الراجل اللي متمسك باللوائح بشكل غير عادي، اللائحه بتاعته اتغيرت في مؤتمر صحفي. اللائحه بتاعته اتغيرت، والكابتن سمير زاهر قاعد في وسط قعده ولمه وليله وقال لك خلاص اصل الظروف ومش عارف ايه وبتاع، واصل الامن، والكلمتين بتوع الكابتن سمير اللي كل شويه جت لنا من فوق وجت لنا من تحت، والكلمتين بتوع دول. فاللائحه بتاعت الحاج عامر حسين شديد الاحترام اتغيرت. فيعني وما اعترضش وما اتكلمش وما قالش اي حاجه، وما قالش ان رئيس اتحاد الكره بيخبط. الحاج عامر حسين جه الاستاذ ابراهيم ابو جريشه مراقب المباراه، ايوه، وجود الكابتن عادل القيعي، ايوه، قال انا بعت في تقريري شماريخ وسباب وهتاف وانا مش راجل صغير، وقال لي انا حفظت التقرير وحاطط التقرير جنبي على السرير وبقرا لك من التقرير اهو. الناس قالوا لا ده قال شمروخ واحد. ده المراقب الاستاذ ابراهيم ابو جريشه قالوا في وجود الكابتن عادل القيعي، يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، اللي قاله هو المراقب. الحاج عامر حسين ما هموش ان كان في عسكري كان هيموت، قال لك يجيبوا الراجل ويحاكموه اللي رمى، لا انا اجيبك انت وحاكمك، واجيب اتحاد الكره وحاكمه، واجيب المراقب اللي ما كتبش وحاكمه. المسؤولين يا سيدي ما فيش مراقب، ده في واحد بيدفع واحد بيعاقبوه مباراتين ثلاثه، وواحد بيدفع واحد بيديله جايزه، يعني لا اجيبك انت وحاكمك يا اخي. انت المسؤول، انت منظم المسابقه، وانت المسؤول عن حمايه ارواح اللاعبين وحمايه ارواح الاداريين وحمايه ارواح الامن اللي موجودين. فكل ده الحقيقه كلام فارغ وكلام عيب. ان الحاج عامر حسين هتتلعب مباراه ما بين الاهلي والفريق الاول اللي هيلعبوا في البطوله الافريقيه هنا بدون جمهور، عمال يقول لي ما هو اصل العقوبات كانت متدرجه. كانت متدرجه. في مباراه سوبر سبورت الاهلي خد عقوبه ماديه قويه وانذار، ثاني مره خد حرمان بدون جمهور وخد 40,000 دولار، لان لجنه مسابقات او لجنه انضباط في الاتحاد الافريقي عندها احترام. صحيح. الحاج عامر حسين اللي بيتكلموا على فوق وتحت في اتحاد الكوره، النادي الاهلي الاماراتي امبارح خد عقوبه مباراتين بدون جمهور وغرامه ماديه عنيفه، ونفس الامر بالنسبه لنادي العين اللي خد غرامه ماديه عنيفه. واللي بيرقص نادي الاهلي الاماراتي نجل حاكم دبي، نجل نائب رئيس الدوله. الله،
ونعيده بس يا كابتن شوبير من تاني، ونقول ان اللوائح بتتغير علشان مصر المقاصة تبقى موجودة في الكرة الخماسية، والملوخية بالقنارب اللي حضرتك قلتها في البداية، وتغيير اللوائح في البداية عشان ده يلعب، وعشان ده عضو منتدب، وده عشان ده عضو مش عارف ايه. عيب الكلام ده. وبعدين يا اخي لما تيجي تطلع وتتكلم ما تقولش الكابتن شوبير عمال يخبط. انا بتكلم بنبض الشارع، وحضرتك بتتكلم بنبض الشارع، وكل الاخوه الاعلاميين والاستاذ احمد الخضري بيكتب بنبض الشارع. بنقول بنبض الشارع ظاهره سخيفه، ظاهره مخيفه، ظاهره سيئه، ظاهره في النهايه هتؤدي الى قتل. لقينا حالات اغماءات، ولقينا حالات اصابات، واللاعب بتاع فريق زيسكو موانزا ستر الله سبحانه وتعالى ان ربنا عداها على خير، ولو كانت جت في عينه ولو كانت جت في المساعد كانت المباراه اتلغت، وكان حدثت اصابات اكتر من كده، وكلنا مسكنا قلبنا بايدينا لما قالوا احتمال المباراه كانت تتلغي واحتمال النتيجه كانت تحسب لفريق زيسكو. تخيل ده لو حصل في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي بره، كانت الجرايد المصريه وكان الاعلام المصري عمل ايه على القصه دي؟ عيب هذا الكلام يا اخي. اذا كان هو فرحان بالشماريخ انا افتح له واحد شماريخ تحت البيت عندي، يعني وحلوه ومربحه وجيده اذا كان ليه او لاتحاد الكوره. هو شخصيه انا بحترمها وبقدرها وعملته يعني على مدى عمر طويل. اذا كان هو متمسك برئاسه لجنه المسابقات الى هذه الدرجه، وشايف ان احنا لما بنتكلم او بننقل وبنقول يقول بيخبط، يا اخي الملف السعد. يعني الناس تنتقي الفاظها وتنتقي كلماتها وتنتقي معانيها، لان ده شيء مهم جدا، واحنا بنحرص دائما وابدا ان احنا نجيبه عشان يشرح العقوبات شكلها ايه، وليه دي جت بالشكل ده، وليه العقوبه دي مش مغلظه، وليه دي العقوبه صغيره، وامتى هيبقى في انضباط. وبقول له ان دلوقتي فاضل 10 مباريات على الدوري، الدنيا محترمه جدا، الناس بدات تهاجم، مدير الكره هنا بيهاجم ومدير الكره هنا بيهاجم، الاسماعيلي طالع بيلعب خارج المقاصه والمقاصه طالع بيلعب في ارضه، سيد عبد الحفيظ زعلان من الحكم، وابراهيم حسن زعلان من الحكم، الدنيا ملتهبه، الاسماعيلي زعلان من الحكم، وهكذا. واللي جاي اصعب، فبنقول له امسك بايد من حديد يا اخي، امسك بايد من مصلحتك. واحنا ايه مصلحتنا؟ ان مباراه بجمهور او بدون جمهور مالناش مصلحه، احنا مصلحتنا ان المسابقه تنجح، مصلحتنا الناس كلها تتفرج على الدوري المصري. هذا هو الحقيقه بس هي المشكله ان احنا ما بنطبلش، احنا بنخبط، فده ممكن يزعل في نساقهم او في لغتهم او في كلامهم، زي ما يقعدوا يبعتوا جوابات ويبعتوا كلام ويكذبوا على نفسهم. انت نفسك مش عارف. ده عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي اسمه اتحاد الكوره مش عارف اذا كان محمود الشامي رجع اتحاد الكوره ولا لا. انا شخصيا مش عارف، محدش فيهم عارف. مره يقول لك احسين الباب، لا قابلين السؤال، لا قابلين السؤال. احنا برضو اللي بنخبط. عيب هذا الكلام. احنا بنتكلم لمصلحه كره القدم المصريه، لا لمصلحه عامر حسين ولا مصلحه سمير زاهر ولا مصلحه العبد الله ولا مصلحه احمد الخضري ولا مصلحه حتى. عيب هذا الكلام، ده كلام غير مقبول وغير منطقي، والمشاكل والعيوب والازمات اكثر من ان تعد وان تحصى. لكن انا بتصور الحقيقه انه كل ما بتنقد واحد وكل ما بتتكلم على واحد هيطلع يقول لك اصله بيخبط، اصله بيدرب، اصله بيعمل. عيب هذا الكلام. واحنا عندنا منهج مش هنتخلى عنه يا استاذ ابراهيم، لانه ده اسلوبنا ودي طريقتنا. احنا ما بنتكلمش على حد الا بكل احترام وبكل ادب، وعيب ان تتغير التقارير، ده اللي قاله الاستاذ ابراهيم ابو جريشه، وعيب الناس تبقى عينيها مغمضه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعيب ان تتعرض حياه الامنين للخطر، وعيب الناس تبقى مهدده بالموت ويقول لك هات الراجل من فوق وحكم. كابتن شوبير يعني للمره الثالثه، وانا يمكن حاولت اوصلها للحاج عامر حسين لكنه على ما يبدو لا يقبل ان حد يتكلم اطلاقا. يعني للمره الثالثه كنت في ملعب المباراه وشاهدت بأم عيني، يعني ما حدش حكالي، لم يلقى شمروخ واحد، كان اكتر من شمروخ، وكانت هناك العاب ناريه اكتر مما يمكن. يا ابراهيم يا استاذ احمد، القى شمروخ واحد، شمروخ زي 100. عيب يا جماعه، ما خلاص الجريمه او الحدث وقع. عيب هذا الكلام على راي الاستاذ فتحي سند انه شمروخ واحد يبقى ابرك من 4 ومن 5 وخلص القصه. ما هو شمروخ واحد نزل على لعيب زامبيا، ما هو كان شمروخ واحد، ما كانوش 10 شماريخ ولا كانوا 100 شمروخ. كل الشماريخ اللي في المدرجات ما اذتش، هو ده الشمروخ الوحيد اللي اذى. يا جماعه عيب هذا الكلام، يا جماعه عيب انه يطلع رئيس اتحاد الكوره وهو قاعد في قاعده يقول لا خلاص احنا غيرنا اللائحه. غيرت اللائحه امتى؟ اذا كان مجلس اداره لم يجتمع يا اخي. وانت يا استاذ عامر طالما انت يعني متمسك باللوائح والقوانين الى هذه الدرجه، لما لائحتك تتغير وانت قاعد انت مدي قرارات وانت قاعد لما تملى عليك قرارات، لا قوم روح. صحيح. لا قوم روح، ما ينفعش كده. وبعدين انتوا النهارده لما بتيجي تتكلم على لجنه التنظيم قلت هناك ممثل للاهلي وهناك ممثل للزمالك وهناك ممثل للاسماعيلي. لما النهارده بتقول عدد القيادات مش مهم واحد يجي من النادي الاهلي، لا هيبقى مهم واحد يجي من النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني اذا كنت انت مش عارف بتتكلم ازاي بتقول لا دلوقتي في عز التنافس اللي موجود في الدوري العام، في موجود الدكتور عبد الله جورج صعب، لازم يكون واحد مناظر ليه في النادي الاهلي جوه لجنه المسابقات، لان في موجود واحد المستشار جوده حسام من النادي الاسماعيلي. طالما الناس مش عارفه، طالما الناس مش فاهمه، يا ما تقعدش في كلامها يا اما تتكلم صح.
واسيبك تكمل حلقتك مع احمد الخضري. شكرا يا ريحه الملوخيه بالارانب حلوه يا كابتن. فايحه في مصر كلها والله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد